السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا 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 جدا. جايه اسلم عليكم واقول لكم شكرا على التعليقات الجميله اللي انتوا عملتوها لي، وشكرا للتعليقات الجميله اللي بتكتبوها لي وتشجعوني بيها. آه النهارده جايه اعمل لكم روتين عن اللي احنا بنغير الكتب. يعني الروتين ده كان قبل المدارس. كان قبل المدارس بيومين او حاجة كنا بنغير الكتب، بنطلع الكتب القديمة، نطلع الكتب الجديدة، ونحط الكتب القديمة تحت السرير ونعكس، فاهمين؟ بنغير الكتب كده. فعشان احنا بقى 4، فالكتب كانت كتير، بسم الله ما شاء الله. يعني كتب كانت كتير زي ما انتوا شايفين كده. ورفعنا السرير، بصوا ورفعنا السرير وطلعنا الكتب، ولسه انتوا لسه هتشوفوا حاجات بالعجب. الروتين ده يا جماعة عايزاكوا تحطوله لايك. يا ريت اي حد بيحبني وبيحب فيديوهاتي يحط لي لايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس ويشير الفيديو. طبعا مش هحكي لكم قصة لما يشير الفيديو إيه اللي هيحصل ومش هحكي لكم قصة لما تحطوا لايك إيه اللي هيحصل برضو. اظنكم عرفتوا. انتوا بس عشان تخلوا الفيديو ينتشر. انا بقى جيت اعمل الروتين دوت. كان قبل المدارس، قلت الحنين بقى يلا نلم بقى كتابنا القديمة والكراسات وكل حاجة اللي اتملت، ونرفع تحت السرير ندخل كل حاجة ونطلع الجديد زي ما انتوا شايفين كده. والصراحة اليوم ده كان يوم متعب خالص لان زي ما انتوا عارفين انك ترفع السرير وتطلع كتب وتروق، وبسم الله ما شاء الله احنا 4، فكل واحد كان بيعمل كتب لوحده وكده، فالموضوع اخد مننا وقت. طبعا الكتب اللي انتوا شايفينها دي كلها اللي هي هتتشال واللي هتتحط جديدة، ده شقة وتعب ماما. ربنا يخليكي لينا يا ماما، وربنا يشفيكي بالسلامة يا رب. ده تعب ماما وشقى ماما. ليه؟ عشان هي اللي بتتعب وبتجيب لنا الحاجات ديت، وبتنزل تدور لنا على الكتب ديت عشان نعرف ان احنا نحل فيها. شكرا يا ماما، ربنا يخليكي لينا وربنا يشفيكي يا رب. يا ريت كله يدعي لماما انها تقوم بالسلامة. بصوا بقى هنا، احنا كنا خلاص طلعنا الكتب كلها من تحت السرير، فكنا بنقسم بقى مين ليه كتب ومين، يعني بنقسم الكتب على حسب. شفتوا لوجي ازاي كانت قاعدة هناك بصوا بقى، هنا ده الرف بتاعي، وده الرف حنين وده الرف لوجي. انا اكتر واحدة حاجتي بتبقى منظمة، يعني مش اللي هو بحطها على بعضها كده وخلاص. بصوا هنا لوجي قالت ان هي اللي هتبدأ، تمام. بص ايديها صغنونه وجميله ازاي، يا عيني ما كانتش قادره تشيل. بصوا عماله تطلع ازاي. هي بقى كانت بتطلع كل، بصوا ايديها جميله. هي كانت بتطلع كل الكتب عشان تطلعها بره وتحط جديد كده. وده برضو بقى ده رف بقى حنين بقى، ده رف حنين. زي ما انتوا شايفين كده منكوش ازاي حنين يا جماعه، اللي هو بتحط الحاجه كده على الله بصوا هي كانت بتجمع الاول الورق كله اهو عشان يترمى زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنوريكم في الاخر كمان بعد ما كل ده يتنضف كل حاجه يبقى جميله هتشوف. طبعا يا جماعه مش عايزه اطلب منكم انكم ترجعوا للفيديوهات اللي ماما عاملاها والفيديوهات اللي انا عاملاها، وارجعوا خصوصا للفيديوهات اللي ماما عاملاها بتاعت الوجبات وبتاعت شنط رمضان. احنا الحمد لله في القناه بنعمل وجبات وبنعمل شنط رمضان. حضرتك بتخش تطلب الوجبات اللي انت عايزها واحنا ممكن نعملها لك، وكمان بنعمل شنط رمضان وهتلاقي فيديوهات بكل حاجة وبنصور كل حاجة. هنا بقى كنت بعمل رفي انا اهو، كنت بشيل الحاجة وبطلع برا اللي انا مش عايزاه وبسيب اللي انا عايزاه. بصوا هنا كنت بدأت اهو ادخل الكتب، بدأت ادخلها كلها. بس انا يعني كتبي بتبقى اكتر لان انا باخد بيولوجي وكيمستري وفيزيكس
ميكانيكس بيور وعربي وانجليش بقى والفرنش. انا فرنش. بصوا بقى، ايه رأيكم كده انا مرتبت حاجتي دي بقى؟ عايزة بقى يا جماعة اقول لكم ان انا عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لي لايك، ما تنسوش يا جماعة، عشان اللي انا عملته ده كان متعب جدا. هنا انا كنت بشتري الكتب القديمة، يعني بصوا الحاجات القديمة، الماس والميكانيكس والورق والفيزيكس والكيمستري والبيولوجي، كل حاجة. تمام. طيب عايزاكم برضو بقول لكم زي ما قلت لكم ترجعوا للفيديوهات القديمة، وهتلاقوا بجد هتلاقوا حاجات حلوة. يعني مثلا ماما كانت عاملة بتوزع على الأيتام. عملنا حملات كتيرة، في حملات ترنجات، حملات طعام، حملات وجبات. فعايزاكم تشتركوا وتعملوا عمل خير. بصوا هنا بقى يا جماعة، لوجي كانت بترمي كل الورق اللي هي مش عايزاه، طبعا الورق دوت يعني بيبقى نترمي وخلاص. وهنا حنينة اهي كانت بتفرز حاجتها اهي. جماعة ان شاء الله بإذن الله اللي عايز يحجز اي حاجة لرمضان احنا موجودين، وهحط لكم الرقم بتاعنا في اول تعليق مثبت اللي تعرفوا يعني تتواصلوا بينا وتبعتولنا لو انتوا عايزين اي حاجة. هنا بس حنين اهي كانت بتعمل وبتقسم بقى، هي كانت بتعمل ايه، بتقسم الورق لوحده والكتب اللي احنا هينفع نشيلها لاحمد لوحدها. يعني احنا بنشيل الكتب بتاعتي وكتب حنين عشان حنين لما تطلع تانية ثانوي تاخدها، واحمد لما يطلع تالتة اعدادي ياخدها، لان احنا الفرق ما بيننا سنتين كل واحد. فاحنا بنشيلهم ولما بنطلع بقى يعني بناخدهم اهم. يعني لو على حسب، يعني لو لقينا مثلا الكتب دي بقت غالية فبناخدها. مثلا بنلاقي ديت لا ما ينفعش المنهج يتغير فلا بنسيبها ونرميها تاني. فاحنا الورق ده كله طبعا مش عايزينه خلاص، فبنجمعه في شنطة جايبينه، والسحنين بتفتح كل حاجة وتطلع منها الورق. عايزاكم يا جماعة تدعوا لماما بالشفا، لان هي كانت تعبانة جدا الفترة دي. وانا زي ما بقولكوا بصوا زي ما انتوا شايفين انا بحاول على قد ما اقدر انزل فيديوهات وحتى الفيديو ده كان قديم بس مش عارفه ليه ما نزلتوش لاني تقريبا انشغلت وكده عشان بدء الدراسه وكده. بصوا بقى الحاجات اللي احنا بنشيلها في الشنط ديت هي اللي هتنزل تحت السرير. فاهمين؟ طبعا هي حطت الكتاب بتاع العلوم والحياه دوت عشان هو بالعربي، في المدرسه لازم يسلمونا الكتب بالعربي وبالانجلش، فاحنا طبعا مش بنستفيد بالعربي. والسلوش دي بقى الجميله اهي كانت بتشيل كتابها، بس جميله خالص، شاطره يا لوجي. حطوا لايك للوجي يا جماعه، حطوا لايك لوجي تستاهل العمل الشيق اللي هي عملته. جماعه دي اول مره لوجي تعمل فيها اللي هو تشيل كتب وتطلع كتب وكده، يعني هي حتى ما كانتش فاهمه احنا ليه هنشيل الكتب ونطلع كتب تانية وليه المدرسه هتبدا كده بسرعه. فاحنا بقى بنفهم اهي. حنين بقى شالت اهي كل الورق، وانا بقى كنت بعمل هنا كتبي. هنا كنت بشيل كل الكتب اللي هتنفع تشيل، والحاجات اللي هي يعني هتترمى كنت بس بحطها في كيس تانية عشان تترمى، لان مش يعني ما نشيلش حاجات على الفاضي تحت السرير. اهي بصوا ده ورق كتير، كمية الورق اللي بنستخدمها في الترم فظيعة بجد. لو عملوا لها ريسايكل هتبقى حاجة حلوة. يعني لو مثلا يعملوا في مكان مكتبة ولا حاجة بعد ما نخلص الورق، المفروض ان احنا نروح نوديه عندها. ومثلا عادي زي بلاد برا ما بيعملوا عادي ان انت في مكنه بتحط فيها الازايز وتطلع لك فلوس عشان هما كده بيعملوا ريسايكل. فهنا برضه اهو احنا كده يعتبر لو احنا عملنا الفكره اللي انا بقول عليها دي، اللي احنا الورق نعمله ريسايكل تاني، فهيبقى حلوة. لان انا ملاحظه ان الفتره ديت الورق فيها
مختفي يعني، وبيقولوا والورق غالي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى هنا يا جماعه اهو، حنينه هي عملت كل حاجتها. دي بقى حاجات احمد، ودي في الاوضه التانية اللي هو في اوضه الليفينج. بصوا بقى احمد بيطلع كل حاجته، بصوا زي ما انتوا شايفين. بقول لكم تاني يا جماعه، الحاجات دي كلها والكتب دي كلها والورق اللي انتوا شايفينه ده كله والدروس وكل الحاجات ديت بفضل ماما، الحمد لله. ربنا يخليكي لينا يا ماما، ويديكي يا رب على قدنا يا رب، ويحميكي من كل شر يا رب، ويشفيكي. يا ريت يا جماعه تدعوا لماما بالشفا. مش عايزاكم يا جماعه تنسوا تتفرجوا على الفيديوهات ماما القديمه، لان فيها بجد حاجات حلوه. لان في ساعات فيديوهات ماما بتعملها ما بتاخدش حقها، وده حرام لان ماما بتتعب جدا فيها. بصوا بقى هنا احمد اهو كان بيعمل نفس اللي احنا بنعمله، يفضي الورق ويحط الكتب الجديدة. بصوا احمد ده يعني اكتر واحد بيرمي، لان مش هنسيب الكتب للوجي، يعني الفرق كبير، ومنهج لوجي اتغير جدا. يعني انتوا زي ما انتوا عارفين كونكت والحاجات ديت، فمنهج لوجي هو اتغير خالص. زي ما انتوا شايفين كده احمد هو كان بيشيل كل حاجة، والكتب اللي بيحطها هناك ديت اللي هي تنفع الترمين، فاهمين؟ اهي الكشاكين. ما تنسوش بقى يا جماعة اتفرجوا على اي فيديوهات ماما عاملاها قديمة، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وحطوا لي لايك لو اللي انتوا شايفينه اللي احنا عملناه انا وحنين واحمد ولوجي يستاهل. يا ريت تحطوا لنا لايك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا احمد شاطر ازاي. مع السلامة حبايبي، هتوحشوني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.